السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في شرح جديد وفيديو جديد ولعبة جديدة. لعبة النهاردة إن شاء الله معنا بيس 2018. بس قبل أي حاجة عشان التقدير قليل، فياريت تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وكومنت يليق بيك في أول الفيديو عشان أقدر أكمل. أنت شايف أكيد المجهود اللي بيحصل في القناة والموقع بالتدريج، فياريت تقدرني عشان أقدر أكمل عشان تشوف ألعاب أكتر وأكتر. طبعا ما تنساش تشترك في القناة عشان يجيلك الألعاب أول بأول. تابعوني بس بعد الفاصل. اهلا بكم يا رجاله بعد الفصل. يلا نتابع كل حاجه. واول حاجه معانا لعبه بيس 2018، هي مقدمه اللعبه اسيبكم معاها. اهلا وسهلا بكم يا شباب في النقطه التانية من شرح النهارده، وهي الاعدادات والتراخيص بتاعه اللعبه. اول حاجه معنا اللغه، اذا كان عربي او الانجليزي موجودين داخل اللعبه. انا بختار العربي وهنا بختار الزراير. اذا كنت هلعب بالانالوج او العب بالزراير على حسب ما انت ظابط من الاعدادات بره اظبط هنا. بعد كده بدوس اوكي. محدش بيلعب في السطوع طبعا. هنخش على اللعبه بعد كده عشان نبدأ نتفحص حتة حتة فيها. هنا ماي كلاب طبعا وتشامبيونز ليج والتدريبات وهكذا. أول حاجة بروح زي ما انتوا عارفين إن أنا هروح أقفل الصوت من داخل اللعبة أو أعلي سرعة اللعبة وبعد كده أقفل الصوت أيا كان. من سيستم سيتنج بخش على إعدادات الصوت أو إعدادات سرعة اللعبة الأول وبخليها 2. من إعدادات الصوت بقفل الموسيقى داخل اللعبة خالص عشان ما يشتغلش معايا أي أغاني أثناء القوائم أو حتى داخل الماتش. تاني نقطة معايا هي الكاميرا. دايما بلعب على ديناميكية واسعة فهي معمولة فمش هلعب في حاجة فيها. إعدادات شاشة المباراة ممكن أشغل حاجة واحدة وهي مقياس قوة التحمل. تمام. خلاص كده خلصنا كل دول. إعدادات المعالجة. إعدادات المعالجة منخفض ومتوسط مرتفع على حسب جودة الجهاز بتاعك. هتجرب مرتفع لقيت الجهاز تقيل أوي جرب متوسطة، الجهاز برضو تقيل يبقى منخفضة. الاهتزاز بتاع التحكم أو الفايبريشن بتاع الدراع بقفله. هنا طبعا بقفل دي برضو عشان ما بتتخطاش اللي هي مثلا الجوان والإعادات والحاجات دي. إعدادات اللغة هنا بين العربي والإنجليزي على حسب ما أنت عاوز، والتعليق نفس الحوار. عندك التعليق عربي وإنجليزي ولغة اللعبة عربي وإنجليزي. هنرجع بعد كده عشان نخش على Options. تمام. نخش على Options زي كده. عندك هنا إعدادات بيانات الشخصية. بتخش تكتب اسمك هنا أو أيا كان اليوزر اللي بيكتب اسمه. عندك 32 ملف أو 32 شخص بيعملوا إعدادات الدراع بتاعهم، الخطط بتاعتهم، الأنالوج أو الزراير على حسب ما هو بيلعب، مستوى التمرير من 1 أو 3، الانزلاق بمساعدة ولا شبه تلقائي أو أيا كان. فأنت كل واحد في دراعه منفصل. يعني أنت مثلا أول ما يدوس مثلا على R2 أو L2 هيبدأ يجيب اسمه وهيلعب الإعدادات اللي هو ظابطها داخل الدراع من غير ما يعدل كل مرة. ونفس الحوار في الخطط. فأنا عندي 32 شخص هنا ممكن يسجل بياناته، فدي حاجة كويسة جدا. النقطة اللي بعد كده اللي هو مقطع صوتي بقفلهم برضو الأغاني على حسب ما أنت عاوز. أنا عن نفسي مبشغلش أغاني داخل أي لعبة. وآخر حاجة معناها ضد الكمبيوتر، اللي أنت المطوشة اللي لعبتها ضد الكمبيوتر والحاجات دي فملهاش لازمة برضو. عندي هنا ريبلاي جاليري أو إعادة العرض بتاعة الأهداف اللي أنا جايبها. أنا بعرفك بس توصل للحاجة ازاي. بعد كده نخش على الإيديت عشان أعرفك ازاي تعمل إيديت. عندك طبعا في الإيديت هنا ممكن تعمل على اللاعبين، على الفرق، على الدوري أو الكاس اللي جوه اللعبة، عن الفريق الوطني. يعني انت تعمل انتقالات من فرقة لفرقة. اي حاجة هتلاقيها في الاعدادات هنا في التعديل.
زي ما انت شايف كل دول ممكن تعمل عليهم تعديل زي ما انا لسه شارح لك حالا. تمام. حتى ممكن تختار الفريق الوطني لاي لاعب انت عاوزه. هنا في اللاعبين ممكن اعمل انشاء لاعب او تعديل لاعب. احنا هنخلينا في تعديل لاعب. هنجيب اي لاعب من اي فريق وليكن بيتر تشيك، بندوس عليه عشان اعدل عليه واتاكد ان اللي انا هعدله هيبقى موجود تمام في القدرة زي كده، واعلي اي حاجة. نرجع نتأكد ان القوة بتاعته اتعلت زي ما انتوا شايفين تمام. هنرجع بقى خالص كده عشان نخش على الخطوة اللي بعد كده. تمام كده يا شباب. التدريبات بقى هسيبك بقى مع شوية تدريبات. عندك تدريب اللي هي المهارات اللي فوق او تدريب الحر اللي تحت. فانا اختار تدريب حر، واختار ان انا اتدرب على ركلات حرة مباشرة داخل اللعبة عشان ابدأ اتقن طبعا الفاولات داخل اللعبة. هسيبك طبعا مع كام لقطة كده وبعد كده ارجع لك ان شاء الله. طبعا يا شباب اللعبة مش محتاجة أي إمكانيات عالية عشان التشغيل، يعني معظم الناس اللي مشغلة بيس 2017 إن شاء الله هتشغل اللعبة تمام. هنا بيكيم ليجند أو كون أسطورة، طبعا بتخلي اللعيب عندك يبقى أسطورة من أساطير كرة القدم. وطبعا مستر ليج بتبقى مدرب وتوصل بالفريق بتاعك لأبعد نقطة بإنك مدرب. عندك هنا اف سي اللي هو دوري أبطال آسيا، واليوفا أوروب ليج، وعندك طبعا دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج. في الليجا هنا هنشوف الدوريات المتاحة داخل اللعبة. عندك الدوري الانجليزي القسم الاول والتاني، والدوري الفرنسي والدوري الايطالي والدوري الاسباني طبعا، وكل الدوريات الموجوده داخل اللعبه. فالعب اي دوري انت براحتك وتخلصه كله من اوله لاخره. نخش على النقطه اللي بعد كده وهي الكاسات. عندك هنا الكاس. طبعا هيكون موجود كاس العالم اكيد ده في 2018، فاكيد موجود كاس العالم في بيس 2018، وبطوله امريكا الجنوبيه وكاس اوروبا وكاس امريكا واسيا وهنا افريقيا وكاس كونغو. نخش على النقطه اللي بعد كده يا شباب. عندك هنا طبعا في البلاي ناو. خش على بلاي ناو عشان هي اللي فيها كل حاجة. اكسبيشن ماتش اللي هو مباراة ودية. راندوم سيلكشن ماتش اللي هي بتعمل دمج ما بين 4 فرق. أول حاجة بتختارها طبعا اللي هو الشعار بتاع الفريق اللي هتلعب بيه. بعد كده بتختار 4 فرق تعمل دمج ما بينهم. بتختار بقى لعيبة عشوائي الكمبيوتر. وفي حاجة اسمها مبادلة، ممكن تبدل لعيب أو 2 أو 3 أو ما تعملش مبادلة خالص ما بين الفرقتين. أول حاجة هنا هنختارها يا شباب اللي هي طبعا أرسنال، ده الشعار اللي هنلعب بيه. لو انت شفت أول الفيديو هتلاقي إن كنت تلاقي كريستيانو لابس طبعا الشعار بتاع أرسنال. يبقى احنا كده هنلعب بالشعار بتاع ارسنال والتيشيرتات تمام. هنيجي بعد كده نختار ال4 فرق اللي هلعب بيهم واعمل بيهم دمج. اختار ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد، وهختار اخر حاجة ارسنال. بعد ما بنختار ال4 فرق هنا يا شباب، نيجي الناحية التانية برضه نختار 4 فرق زيهم. ليفربول، وهنجيب مانشستر مثلا سيتي او تشيلسي دي. لندن اف سي طبعا تشيلسي. هبقى اعرفكم قدام ان شاء الله التراخيص والفرق. هوريك كل حاجة والشعار والفرق القديمة والاسم القديم والجديد بإذن الله. واخر حاجة معانا وليكن هنختار طبعا مانشستر يونايتد اللي هي مدريد. المبادلة هنا ممكن تختار 1 أو 2 أو 3 أو ما تختارش أي مبادلة، فأنا مش هختار أي مبادلة المرة دي. طبعا هو بيجيب لك الصور بتاعت كل اللعيبة ما عدا أجمد 3 لعيبة عندك في الفرقة، فبيسيبهم عشان ليهم دخلة خاصة. زي ما انتوا شايفين سايب 3 صور هنا و3 صور هنا. تمام يا شباب. بعد كده طبعا بيدخلك على الماتش، ويعتبر احنا كده خلاص خلصنا حوار السلكشن ماتش. هوريك بس الدخلة بتاعت اللعيبة أو الفرق طبعا والوجوه وكده اهوت هما داخلين، وبعد كده نرجع نكمل بقية شرح النهاردة. قبل انطلاقة مباراة اليوم في هذا اليوم الكبير بالتأكيد، في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. سيداتي آنساتي سادتي، مرحبا بكم معنا في لقاء جديد. هذا اليوم أنتم مدعوين لمشاهدة مباراة كبيرة،
يستعيدها كوسينلي. إمكانية مرتدة الآن، يبحث عن المهاجم، يلعب كرة بينية. جاريث بيل، الله على روعة الهدف يا صديقي. يمر ويلعب كرة بينية، تمريرة جميلة. تسديدة من أول لمسة، لعبة في تمام. هنا يا شباب بعد كده عندك الفيروس او اللي هو المباراة بيحفظ بجميع النتائج الموجودة فيها. ممكن زي ما احنا بنقول كده مثلا بتلعب ماتش تطبيقة فتلعب فيروس عشان يسجل الماتش، او انت عليك صاحب معين فعاوز تحفظ النتائج ما بينك وما بينه. وعندك هنا الكوب ان انت بتلعب 3 ضد 3. احنا بنلعب مالتي بنتخانق مع بعض، هنلعب 3 ضد 3 يعني. نخش في النقطة اللي بعد كده. عندنا بعد كده يا شباب الفرق والتراخيص. هنخش الدوري الانجليزي. انا هجيب لك اشهر الفرق بس. تمام. انا هجيب الفرق المشهوره بس، والباقي طبعا محدش بيلعب بيه فملوش لازمه يعني. لندن اف سي اللي هي تشيلسي، مان بلو اللي هي طبعا مانشستر سيتي، مان ريد مانشستر يونايتد. تمام. بعد كده نخش نورث ايست لندن اللي هي توتنهام. الدوري الفرنسي طبعا كله يعني التراخيص كلها موجوده فيه فمفيش اي مشكله مع الدوري الفرنسي. الدوري الايطالي غالبا هتكون يوفنتوس بس اللي هي طبعا بي ام بلاك على ما اتذكر، هنشوفها دلوقتي. يعني هنا كده كل الفرق ما عدا طبعا بي ام بلاك وايت. تمام. اللي هي طبعا دي يوفنتوس. تمام كده يا شباب. الدوري الايطالي كده تمام. هنخش على الدوري الاسباني. اتلتيكو مدريد موجوده تمام. برشلونه تمام. مفيش غير ريال مدريد اللي هي ام دي وايت. تمام زي ما انتم شايفين ام دي وايت اللي هي ريال مدريد. مفيش حد تاني. كده نخش على اللي بعده. طبعا الفرق الاوروبيه الاخرى او الشعارات دي ازاي اعدلها او ازاي اخلي اللعبه كامله متكامله، ده عن طريق الباتشات طبعا. بيعدل لك كل الشعارات وكل الفرق والانتقالات الى احدث اصدار. لو في اصدار 2024 اللي هو خلاص داخلين عليها فهيبقى موجود بكل الانتقالات الموجوده وكل يعني كل الاحداث الموجوده من ملاعب وتيشيرتات جديده وفرق وانتقالات. عايز تضيف برضه بايرن ميونخ، عاوز تضيف فرق معينه فهتلاقي في كل حاجه. طبعا هنا اي اف سي اللي هي دوري ابطال اسيا، هتلاقي الفرق السعودية طبعا موجودة فيها. وطبعا لو عاوز تنزل باتش موجود في الدوري السعودي كله عشان تلعب بالنصر أو تلعب مثلا بالأهلي السعودي أو الهلال أو أي حاجة، موجود أكيد بإذن الله. بيس 2018 حلاوتها إن هي سلسة في اللعب فأكيد ليها جماهير كتير. زي ما انتوا شايفين المنتخبات كلها موجودة فمفيش أي مشكلة فيها. تمام يا شباب. نخش بعد كده في النقطة اللي بعد كده، هنجيب اللي هو إعدادات المباراة. من إعدادات النظام احنا عملناها في أول الشرح فملناش لازم إن احنا نعملها تاني ونضيع وقت الفيديو. نفس الحوار الكاميرا. هنا مستوى المباراة بخليه نجم متميز. وقت المباراة على حسب رغبتك. الوقت الإضافي طبعا ضربات الجزاء على حسب ما بتفضل. عدد الاستبدالات برضه نفس الحوار. أنا أهم حاجة عندي الذهاب والعودة بخليهم سهم لفوق عشان اللعيب يبقى في يومه ويديني أقصى طاقة عنده. تمام. مفيش حاجة تانية ممكن نعملها هنا. فهنخش على النقطة اللي بعد كده الملعب. أنا عن نفسي بعمل الملعب عشوائي وهنا بخليها الليلة وبعد كده بخلي هنا شتا ولطيف وده الإعدادات المفضلة عندي. الملابس طبعا دي فرق اللي هو أبطال أوروبا والقدام وأبطال العالم القدام فلسه مش موجود ليهم يعني لبس. لو انت نزلت باتش هيكون ليهم لبس مخصص. هنا طبعا الخطة فمش هنعمل خطة وكده، احنا هنعمل حسب القدرة عشان نرجع ونبدأ اللقاء. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا في انتظار انطلاقة المباراة الكبيرة هذا اليوم والتحدي الكبير بالتأكيد في هذه الأجواء الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
نتابع تشكيل الفريقين. يواجه الكثير من المشاكل بسبب على الطاير، ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. كرة من جهة اليمين، يحاول تمرير كرة، فضل أن يلعب الكرة الساقطة. يا إلهي، جول! دخل بنجاح يحصل على الكرة، إمكانية مرتدة الآن، يحاول تمريرها من بين المدافعين والتسديد، وكرة في اتجاه المرمى. جول! الأخيرة تدرس، متفوقون بفارق هدف وحيد. على الطاير وينجح في تسجيل الهدف. انطلق صافرة النهاية، إذن لا يوجد فريق فائز. خيار الأخير، الحل الأخير، ركلات الترجيح. تاريخ يذكر لنا العديد من الحراس في العالم الذي صنعوا أمجادهم من خلال ركلات الترجيح. إرهاق كبير، تعب كبير لدى كلا الفريقين، تركيز مطلوب، ثقة مطلوبة. ركلات ترجيح، من يحسم الأمور، من يفوز، من يخسر، من يفرح، من يبكي بعد هذه المباراة العصيبة. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة، ضربة مذهلة. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة تعادل 1-1. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، ضربة مذهلة. يتصدى لها الحارس، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. كرة الاطمئنان داخل الشباك. أنهت هذه الركلة المباراة مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز. ولحد هنا يا شباب يكون شرح النهاردة خلص. أنا ألقاكم في شرح جديد إن شاء الله على خير. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد إذنك كده بنبص للسادة المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم إيه؟ يعملوا سبسكرايب، اعملوا لك اشتراك للبتاع، وقول لهم يفعلوا زر الجرس.